بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. ازيكم أحلى اخوات وأحلى متابعين في الدنيا. شكرا على كل اخواتي المحترمين اللي دايما مشرفيني ومنوريني، ما نحرمش منكم أبدا يا رب. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعد عليكم الأيام بخير يا رب. ونقول ايه والله لسه بدري يا شهر الصيام. النهارده بقى معانا معمعة كده في المطبخ. بصراحة كان عندنا ظروف يعني، والمهم ان انا ما شطبتش المطبخ بالليل، فقلت خلاص الصبح هعمل فيديو هنشطب المطبخ مع بعض وهنطبخ ورا. تعالوا بس ندعي لبعض الاول ونقول ربنا يرحم امواتنا واموات المسلمين، ويشفي كل مريض، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، وفك كرب كل مكروب، واصلح حالنا وحالكم، اللهم امين يا رب العالمين. الميه دي فيها ايه؟ الميه دي حطيت الطبق دون فيه ميه وصابون، لون الصابون الاصفر يعني وكده، اللي هو فيبا هو اللي عامل هو اللي عامل اللون ده. فالمهم حطيت ميه بصابون بتاع شويه كربونات. تمام. قلت بقى عشان ايه؟ امسك مكان العصير والحاجات والقهوه والشاي والحاجات دي ماسك في الاطباق واكل في الاطباق وكده. فقلت بقى ادفله ميه لان انا ما عنديش في الدور دي ونسخاه. قلت بقى يا بنتي البسي المرياله بتاعتك كده واستعدي وشمري وسمي الله وقومي، يلا قومي يا حبيبتي شوفي اللي وراكي، علشان احنا ورانا مع النهارده وايه ومحشي بقى. كنت طلعت بقى الحاجات من الفريزر بالليل اساسا قبل ما انام وكده. كنت طلعت كيس الكرنب اللي هناك اللي انا كنت ماسكاه دون، وبطه، وكيس ممبار. فالمهم ايه، يومنا طويل ان شاء الله. الله المستعان. هقول لكم ان انا هخلي المطبخ فل شمع منور، بس اهم حاجه بس نسمي الله كده ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف هنعمل ايه. هنا بس بزود الميه كمان شويه لحد ما ايدي تستحملها كده بس، وهجيبها بقى واغسل بقى. بس انا بلم الصفايه كمان غسلتها وشطفتها اهو. بس بلم الكوبايات، بفضل اطباق، بحط كل حاجه مكانها عشان لما الم الحاجه ابدا انضف صح يعني. ابدا مثلا اغسل الكوبايات الاول، الشفاشي، الاطباق، الازاز، مش عارفه ايه اهو. بجهز بقى حاجه الاكل الاول. ده الكرنب فتحته من الكيس كده وحطيته في المصفى، هسيبه بقى يصفي كل الميه اللي فيه. لما اخلص هجيب طبق تاني هغسله عشان احط فيه، اطلع البطه برضو، احط البطه فيه برضو تفك عما انا اخلص. يعني ايه، واحده واحده كده اجهز حاجتي، واحده واحده كده. مهما كتر عليك الشغل ان شاء الله هيخلص والدنيا تبقى زي الفل. عايزه اقول لكم وانا بكلمكم دلوقتي كده بسجل الدوره والمطبخ لسه نازله له والله زي ما هو برضه، بس الله المستعان. ان شاء الله كل حاجه هتخلص، وان شاء الله كل حاجه هتتدبر والدنيا هتبقى زي الفل. زي ما انتم شايفين كده، ده حطيت البطه في طبق، وده الممبار كمان هحطه في طبق اهو. عم اخلص غسيل المطبخ وتنظيف والبوتاجاز والحاجه، تكون حاجتي دي ايه فكت كده عشان انقعها في المحلول بتاعها كده، وتبقى نضيفه زي الفل. الميه خلاص سخنت، يلا بقى اغسل بس حوالي رخامه حته كده عشان اللي هحط عليها المواعين. ونسمي اللي اكيد انا مش هغسل معاكم، انا كان عندي كميه مواعين رهيبه رهيبه. المهم ان انا مش هجيب معاكم كل ده، بشطف بس الكوبايات كده زي ما قلت لكم، واحطها في الميه السخنه واغسل بقى. بملي دول كده عشان مطرحهم عصير، فالعصير بيبقى ناشف شويه. هنغسل بقى كده وننضف ونعقم، والدنيا هتبقى زي الفل والله العظيم. الحمد لله. الواحد كل يوم في نفس هذا الموال، كل يوم. ربنا يعيننا ويعينكم ويعين الناس كلها يا رب. إيه هنعمل ايه يعني؟ هي ده حياتنا والله. ان شاء الله ربنا هيأجرنا اكيد يعني، اكيد على ان احنا بنعمل له دعاء على اللي احنا فيه. الحمد لله الحمد لله يا رب. اللهم ديم علينا نعمه واحفظنا من الزوال يا رب العالمين. يا بخت بقى اللي نضف بقى قبل رمضان العيد وكده. احنا لسه هنغسل السجاد وهننضف يعني ربنا يعيننا، ده احنا شغالين فوق وتحت والدنيا الله المستعان. او زي ما انتم شايفين بقى برتب كده حواليا، بلم واشيل. حطيت الكوبايات كلها بقى في الطبق فبغسلهم. حطيت بقى فقمت لما بقى اللي اطباقه كده حطيتهم في الحوض يبوشوا شويه، عمال اكون غسلت الكوبايات وشطفتهم، يكون اي حاجه في الاطباق باشت. تمام اهو. اهو زي ما انتم شايفين بقى كده همسك الكوبايات، وانا يعني مش هغسل معاكم كل الليله دي، لا ده انا قعدت يجي اكتر من ساعه اغسل في المواعين بصراحه يعني. فالمهم بقى اخلص دولا وهفصل، وما اخلص هرجع معاكم تاني عشان ايه نكمل ونشوف هنعمل ايه. بقول لكم اخلص وارجع لكم تاني. اوعوا يكونوا دول بس شويه المواعين وبضحك عليكم، لا ده المواعين اللي انا غسلتها هنا وعلى الحوض. وبعدين بقى مسكت فوط المطبخ كمان، جبت لهم ميه وحطيتهم فيها اللي كانوا في الحوض،
ودي بقى البوتاجاز بقى هشطفه، هو ما كانش وسخ على فكرة ولا حاجة يعني، هو بس عايز تلميعة كده، بس همسكه اغسله غسلة حلوة برضو وانضفه والمعه، وبالمية بقى برضو اللي فيها الصابون وفيها الخل انا قلت لكم فيها خل وكربونات وصابون سائل، بس عايزه اقول لكم ان هي خلت الحاجات بتلمع زي الفل، الرخامات والبوتاجاز والمواعين وكل حاجه، كل حاجه غسلتها ونضفتها وخليتها زي الفل. همسك بقى البوتاجاز المعه كده واشيل اللي عليه اهو، ولعته بقى عشان ينشف كده، ومسحت الازاز بتاعه والدنيا بقت زي الفل. هنا بقى خلاصي كل حاجتنا بقت جاهزه، دي فوط المطبخ اهو زي ما قلت لكم. هجيب بقى الباسكت الصغير ده، انا عاملاه كده بحط فيه الفوط كل يوم، بملى عليهم ميه واحط عليهم شويه اوكسي اي حاجه وشويه كلور، وبمسكهم بقى انقعهم ينزلوا اي زياده اي حاجه فيهم مكان ما مسحته وكده، وبعدين بقى بغسله. تمام تمام اه. هنقعهم بس كده عما اروح ايه اخلص حاجتي بقى الباقي. طلعت الكبة عشان هنعمل تقلية المحشي. هنا الطبق ده كان صغير على البطة، همسك البطة بقى كده عشان انقعها، همسك بس كانت الرقبة ماسكة فيها كده هقطعها، وهنحط عليها بقى دقيق وجنزبيل وملح وليمون. همسكها انقعها بقى واسيبها مثلا نقول نص ساعة كده ولا حاجة، وهي اصلا كانت مغسولة قبل ما تتحط في التلاجة اهو زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هجيب بقى الطلبات بتاعتها عشان اهو احط بقى دقيق وليمون واجيب لها شويه جنزبيل واسيبها بقى اما اعمل التقليه واجهز حاجتي كده تكون حاجتي اتنقعت وبقت زي الفل. هجيب كمان ايه خلاص كده البطه، هجيب بقى اسمه المنبور اهو، ده شويه جنزبيل عشان يخلوا ريحه البطه كده وطعمها حلو. هجيب بقى برضو ده الممبار اهو، كان برضو فك وخلاص يعني كان حلو. المهم ان انا هنقعه برضو، احط له ملح وليمون وخل ودقيق، حطيت له شويه دقيق، احط له بقى كميه ملح حلوه كده. هجيب له هو بقى احط له خل عشان ميبقاش في مزلقه ولا يبقى في حاجه، ويبقى نضيف زي الفل، واحط عليه كمان ليمون، وهدعكه بقى كده، همسكه بقى بايديا كده دعكه 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 كده عشان يبقى حلو ونضيف. هنقعه بس كده، وبعدين بمسكه انقعه كده، امسكه ادعكه واحطه في المصفى يصفي الميه اللي فيه عشان لما اجي احشي هغسل بقى الحاجات اللي طلعت من حواليا عشان يبقى المطبخ برضك نضيف. اي حاجه بقى هطلعها اغسلها على طول. هنا بقى خلاص هروح على البوتاجاز، كنت جهزت حاجتي. هنا بقى قشرت كمية بصل وقطعت الطماطم والفلفل، قلت بقى عشان اعمل على طول في الكبة حطيت الحلة على النار وشغلت هشغل الكبة واعمل الطماطم كمان في الكبة عشان تستوي على طول. عايزة اقول لكم ان انا كنت حوالي الساعة 2 اه والله عم خلصت المطبخ وكده، كنت حوالي الساعة يعني انا بادئه في الطبخ ده كده الساعة تقريبا كده 2 مش عارفة 2 1 حاجة زي كده يعني، بس انجزت والله الحمد لله. بتاع بتلف على الفاضي اهو زي ما انتم شايفين كده. هفرم البصل وبعدين وراها هفرم الطماطم. هنا زي ما انتم شايفين هقلي اهو، وهنا بقى سبت شويه بصل كمان للبطه، وبعدين هحط الطماطم. هنا زي ما انتم شايفين اهو عملت البصل، وبعدين هعمل بقى الطماطم عشان ما تاخدش وقت، يعني هفرمها في الكب عشان ما تاخدش وقت. هنا بس هحط شويه فلفل اسمر على البصل بتاع البطه، واحط شويه ملح برضك على البصل عشان تدبل بسرعه بتاعه المحشي زي ما انتم شايفين. بس عايزه اقول لكم ان انا عملت المحشي ده في الفيديو اللي بعده برضو، كان تاني يوم كملنا بيه والله الحاجه زي ما هي ما بتتاكل ولا اي حاجه الحمد لله. المهم زي ما انتم شايفين كده، مش عشان وحشه ولا حاجه لا، بس الصيام برضك يا دوبك يعني على القد وكده. هنا زي ما انتم شايفين هكمل بقى فرم الطماطم وكده، هكمل الصلصه. وانا ما حمرتش البصلايه على فكره، يا دوبك دبلته بس، انا ما بحمرش بصل على فكره اهو زي ما انتم شايفين كده بالظبط.
هحط بقى شويه بابريكا وشويه شطه وحبه ملح، وهغطي عليهم اسيبهم يتسبكوا، وهنشوف هنكمل الفيديو بتاعنا ازاي. اهو زي ما انتم شايفين كده حطيت الطماطم والملح والحاجه. هجيب بقى يلا البطه عشان ايه وقتنا ينجز بسرعه كده. هنا زي ما انتم شايفين جبت البطايه غسلتها ونضفتها وحطيتها في المصفى، وده اهم حاجه في الزفر ان هو يكون متصفى. نقلت الصلصة على عين التانية، على عين الأخيرة كده، قلت تاخد وتدي بشكل ودي مع نفسها. وأنا حطيت حتة سمنة بلدي في الحلة، وما لقيتش غير الخضرة دي اللي هي الشبت دي للمحشي، رحت ادور على خضرة ما لقيتش. فالمهم اطلع بقى من الفريزر وكده. المهم مسكت البطة بقى حشيتها كده بالبصل كده، وحطيت فيها الكبد والقنص. على فكرة البصلة دي بتخلي الشوربة وهي مسكرة يعني. المهم ان انا دعكتها كمان من بره كده، وبعدين هحطها بقى في السمنة بتاعتها. واحده هتقول لي ما احنا عارفين كل اللي انت بتعمليه ده واحنا بنعمله. طب انا قلت لك ما تعملهوش، ما تتفرجيش عادي يعني. والله مش عاجبك الفيديو حط ديسلايك عادي يعني، ما قلتلكيش اي حاجه خالص. مر عليك الفيديو عجبك حطي لي لايك، ما مريش عليكي حطي لي ديسلايك، ايه المشكله يعني؟ فانا مش جايه اعلمك يا حبيبتي ولا اتامر عليكي في اي حاجه. انا بعمل فيديو عجبك انا بقى، ما عجبكيش براحتك، والله على راسي وجودك معايا يا حبيبتي، ولو خرجت برضك على راسي. هنا زي ما انتم شايفين حطيت شوحت البطه يمين وشمال كده، وبعدين زودتها ميه، وبعدين هسيبها تغلي. هشيل الريم بتاعها، وبعدين هحطها بقى بقيه الطلبات بتاعتها وكده. هنا زي ما انتم شايفين جبت الخضره غسلتها، وغسلت الرز بتاع المحشي، وطلعت كيس خضره محشي من الفريزر، وهخرط بس شويه الشبت دول. وهقوم بقى ايه، كانت التقليه خلاص اتسبكت اهو. هجهز بقى حاجه المحشي. انا هحط الخضره دي، المفروض ان انا كنت احطها في الصلصه يعني، بس انا كسلت اروح احطها هناك، فقلت افضيها وبعدين احطها هنا. هسيبها بقى تتفك في الصلصه، لان الصلصه الصلصه سخنه جدا يعني، فاهميني؟ فقلت بقى تفك في الصلصه وكده عشان تحتفظ باللون بتاعها. المهم ان انا حطيت هنا ايه، حطيت كزبره وكمون وبابريكا وشطه برضو، وسبع بهارات على رز المحشي. انا ما بجيبش بهارات مخصصه للمحشي بصراحه يعني، فانت حابه تجيبي كميه البهارات الكتير اللي الناس بتجيبها دي براحتكم، هاتوا اللي انتوا عايزينه. المهم ان انا حطيت البهارات اهو. انا هحط شويه ملح، هقلب بقى سبحان الله، والملح بيطلع مظبوط والله الحمد لله يا رب. هنا زي ما انتم شايفين اقلب البهارات بشويه الخضره في الرز، واحط بقى يا سيدي يا سيدي يا سيدي الله. والحله سخنه وانا مش طايقه اساسا امسكها في ايديا، وبرضك ما بحرمش وبجيب فوطه امسك بيها. يلا الحمد لله. المهم هنقلب بقى الصلصه كده، وهنقلب نقلب 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 لكل حد كل الحاجات ما تتجانس مع بعضها، وبعدين نخش على المحشي. قلنا القاهره. المهم بقى قلبت المحشي وبقى زي الفل اهو. وكنت في الوقت ده وانا غسلت الممبار وقطعته وخليته زي الفل، وحطيته في المصفى يصفي. وهنحشي اول حاجه الممبار. هاخد بقى عشان الممبار هيتسلق، فعشان احط له ميه على النار قبل ما اجي احشي الكرنب، يبقى ايه الممبار على النار ما ياخدش وقت مني وانجز وقت يعني. فالمهم مسكت بقى جبت شويه رز كده على صينيه، عشان ايه الرز بتاعه ما يتزفرش ولا كده ولا يزفر المحشي، إيه مهما كان دي لحوم يعني. فالمهم بقى احشي زي ما انتم شايفين كده، ما تمليش الممبار، يا دوبك على القد كده يا دوبك اهو. ايديا تطبطب عليها كده وهي بتتحشي زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، تسلم ايدك يا بنتي يا نوره، والله مره حسن مره حسن. على فكره اول مره اعمل محشي من اول رمضان على فكره. هو رمضان اساسا ماشي يعني، كل يوم اصبح الصبح الاقيه مشي شويه كتاره يعني، مش عارفه هو بيجري واحنا بنجري وراه ولا هو في ايه يا جماعه. والله العظيم هي الايام ليه عماله بتاكل فينا كده بالشكل العجيب الغريب اللي احنا فيه ده. يلا الحمد لله، والله الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد. المهم حشيت الممبار او زي ما انتم شايفين. البطه كمان كانت غلت وطلعت ما طلعتش حاجه يعني والله. فالمهم جبت لها بقى بصلتين وطماطميه، هحط لها بقى شويه فلفل اسمر، هحط ورق لوري، هحط حبهان، هحط كبابه صيني، العده بتاعت البط والفراخ واللحمه. المهم بقى هسيبها بقى تاخد تدي بشكل ودي كده. ودي ميه ايه اسمه، ده اسمه اللي انا حاشيه لسه، هو انا فقدت الذاكره ولا ايه يا جماعه؟ ميه الممبار. حطيت بقى زي الشوربه كده، حطيت ورق لوري وحبهان وكبابه صين، وحطيت بصلايه، وهي كده كده هتعمل طماطم اساسا من الصلصه عشان تديكي طعم الشوربه بالظبط اكنه مسلوق في الشوربه تمام. وهنا حطيت الممبار ياخد ودي برضك. هنا زي ما انتم شايفين سبحان الله بيكرمش اول ما بينزل النار على طول،
وزي ما انتم شايفينه بيمسك في بعضه كده. هنا بقى كنت قعدت حشيت الكرنب عادي، يعني احنا حشينا الكرنب 600 ألف مرة مع بعض قبل كده، وحشيت عليهم كان فات شوية رز، جبت القرنين الفلفل دول حشيتهم بخسارة. هنا زي ما انتم شايفين بقى احط الشوربه كده، هزي يا صبيه، هزي يا حبيبتي، هزي يا ماما، هزي عشان الشوربه تنزل في قلب في قلب المحشي من تحت. لو المحشي اساسا مشكلته معاكي ما بيستويش، اقفي جنب المحشي دوريه كل شويه، لان ساعات البوتاجازات بيبقى يغلي من ناحيه وناحيه، ممكن البوتاجاز يكون محطوط عالي من ناحيه واطي من ناحيه، فاهمني؟ فدايما لما تيجي تعملي المحشي وبيوقفي جنبه لما يغلي، دوريه كل شويه، دوريه من هنا ومن هنا، انخذيه بالسكينه شويه، عشان في ناس المحشي ما بيبقاش مستوي معاهم حلو. حطيت بس شويه ملح كده، اعد الكرنب او الورق، وحطيت شويه كزبره كده لما يغلي يبقى ريحته حلوه، وهحطه على النار برضك ياخد ودي بشكل ودي كده. كان الممبار انا بقى والله ما كنتش فاضيه، عم عملت السلطه وعملت العصير والدنيا دي كلها. فكانت البطه استوت، عملت شويه لسان عصفور كمان اهو، وهم يا دوبك طبقين 2 لسان عصفور. وكمان البطه والممبار انا ما بحمروش على البوتاجاز بصراحه. وكنت عملت عصير فراوله باللبن، وكنت عملت بلح كنت نقعاه يعني وكده، ده العصير. وجهزت الاطباق وعملت السلطه وطلعت المخلل. وزي ما انتم شايفين كده كان المحشي خلاص برضو الحمد لله استوى. زي ما قلت لكم بحمرش الممبار على البوتاجاز، انا بحطه في الفرن وهو يسلق الدهون اللي فيه ويحمر نفسه بنفسه. وحطيت البطه كمان اتحمرت في الفرن. يلا بس نجهز الاكل كده، عشان ايه كان خلاص المغرب بيقول الله اكبر والشعب واقف ورايا عايزين ناكل كده يعني. المهم هعبي الممبار هنا زي ما انتم شايفين، والصينيه مش هصفي بس الزيت اللي فيها واقوم قلب المحشي مطرح الممبار. تمام تمام اهو. هعبي بس شويه الممبار كده في قلب الطبق ده بس عشان الديكور، فاهمين انتوا الديكور. المهم هنا زي ما انتم شايفين هصفي بقى الزياده اللي في قلب الصينيه دي، واجيب الصينيه مطرحها نضيفه زي الفل، واحط مكانها المحشي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله عليك يا عم بخ. المهم هنا زي ما انتم شايفين غرفت على قد ما احنا هناكل بقى في الوقت ده، وفات شويه والله العظيم يا دوبك هم كلوا الممبار وكل واحد خد له كام محشيه كده وخلاص. الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب. هنا زي ما انتم شايفين خلاص البطه بتاعتنا اتحمرت. هنغرب بقى لسان العصفور والشوربه، وهنروح نحط الاكل بتاعنا ونقول ايه صوما مقبولا وافطارا شهيا خلاص خلصت الغرفة، بس هكمل الشوربة. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. وهنشوف اكلنا كمان وهو محطوط على السفرة او ترابيزة الاكل بتاعتنا او ايا كان بتقولوها. يلا بينا نشوف حطينا الاكل فين. شوف رف قاعده لي فين، رف صايمه بقى حبيبتي وقاعده يا دوبك تشم في الاكل وكده حطينا الفطار بتاعنا. وفي الوقت ده ينفع اننا نقول لهم صوما مقبولا وافطارا شهيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسونوش في اللايك الحلو، كلمة منكم حلوة بتشجعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.